بص يا صاحبي، الطريق زي ما انت شايف قدامك كده متقسم لينز، حارات. كل واحد لازم يلزم حاره، وكل حاره ليها حاجه. يعني مثلا الحاره اليمين خالص دي لو انت تاخد المخرج او الاكزit، هو تخرج من على هاي واي او الدائري زي ما بنقول. اللي في النص ده لو انت ماسك مثلا سرعه بطيئه. اللي على الشمال خالص ده لو انت هتسرع لسه هتخرج في الاكزit اللي بعد كده، فهتسرع فايه هتاخد الاكزit شمال. طبعا في زحمه زي ما انتم شايفين، بس سيبك من الزحمه دي. فالمنطقي والطبيعي لو انت بتسوق وانت خايف وليكن او مش متعود انت بتسوق على سرعات سريعه، مستحيل تيجي على اخر واحد ده. اول حاجه ما تعملهاش، وهو ان لو السرعه مثلا وليكن 50، يعني شايفين العلامه الصفراء اللي هناك دي مكتوب مثلا الاكزit 50 السرعه، وليكن السرعه هنا على الشمال بتبقى 70، وليكن لو انت بتسوق 70 فيما فوق، حتى 70 ما تسوقش اخر واحد. يعني من الاخر كده لو انت هتطلع فوق السبيد ليميت سنتين ثلاثه سوق على اخر واحد. انما لو هتمشي 65 70 والسرعه 70، بحذرك بلاش تسوق على الشمال ده. واحكي لك حادثه بسيطه حصلت يوم 16 اللي فات، يعني سكه 6 7 ايام. حصلت حادثه في سان انطونيو. بالمناسبه سان انطونيو دي اللي فيها الفيضانات اللي انا عملت عليها الفيديو اللي فات لو ما شفتوش، يعني اللي حصل فيها الفيضانات في تكساس والكلام ده كله. المهم سيبكم القصه دي. على هاي واي اسمه 90 هناك كان في عيل عنده 17 سنه سايق على اللين الشمال خالص اللي انا قلت لكم عليه ده، وصافف وراه صف عربات بسبب ان العربات دي بتحاول تعديه. طب بالمناسبه كده واحد راح معديه وراح مطلع سلاحه وضربه بالنار في وشه. الراجل اتنقل على المستشفى، ما ماتش ولكن عنده حاجات في وشه. طبعا انت تتضرب بطلقه رصاصه في وشك هتتبهدل. فالموضوع مختلف عننا شويه، يعني مستحيل حد يكون معاه سلاح ويضربك لو انت بتسوق في الاخر لين على الشمال، ولكن هنا حرفيا ممكن تخسر حياتك وتتبهدل بسبب حاجه زي كده، لان انت ما تعرفش الناس اللي وراك دول مجانين ولا لا. في الفيديو ده هقول لك على شويه حاجات ما تعملهاش وانت بتسوق عشان ايه دنيتك تبقى تمام. بذمه اهلك دي ركنه، ده منظر ركنه. انا بالنسبه لي عادي لو مفيش قوانين انا هركن كده مش مات. ولكن شايفين الخط الاحمر ده اسمه فاير لين، مكتوب فاير لين نو باركينج، زي ما انتم شايفين نو باركينج. انا بالنسبه لي عادي اركن مش مشكله، ولكن خايف عليك من غرامه 200 دولار وعربيتك تتسحب، ومش لازم البوليس هو اللي يشوفك. يعني لو صاحب البيزنس ده اللي هو الباركينج لوت ده بتاعه شافك، هو اللي هيبلغ عليك وهيحب حاجه زي كده، وعربيتك هتتسحب وهتدفع 200 دولار ل 300 دولار غرامه، زائد حق التوينج، زائد الاستورج لو سبت العربيه عندهم يوم يومين. الموضوع ده بالنسبه لك ما تعملوش خالص، انك حتى تركن على الفاير لين ده، لانه مخصص للناس عشان الناس تبقى مترصصه جنب بعضيها، عشان لو في مطاف جه تعرف تخش، ما بيبقاش فيه عوائق، كل الكلام ده. فصاحبي بعد اذنك المنظر ده ما ينفعش. السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه، قال انا جعان قوي قوي. بص يا صاحبي، اللي انا لسه عامله ده غلط قوي. الكلاكسه والزماره مش بنسلم بيه على بعض او بنمسي بيه على بعض في الشارع او بنوصل بيه رسايل، الكلام ده ممنوع. الكلاكس ده شغلته حاجه واحده بس، عشان ده يخض اللي حواليك لا اكثر. هي ثقافه، يعني الكلام ده حتى في مصر ما تعملوش، ولكن ثقافه السواقه كلها متعودين كلنا على الكلام ده في بلادنا، فالموضوع عادي بيسلك. انما هنا لا، هنا الحاجات دي ما بتستخدمش، او الكلاكس ده ما بيستخدمش الا في حالات الطوارئ. هتخبط في واحد، بتحذر حد قدامك من حاجه، بتوصل له ان انت في حاجه في العربيه خربانه، ايا يكن السبب، ولكن لازم يكون سبب. لكن مش بتسلم على اللي جنبك، بتصبح عليه، بتتخانق معاه، بتشتمه بالكلاكس. يعني 3 يبقى شتيمه، 2 انا عارف النظام ده كله، ولكن هنا ما ينفعش. حاله الطوارئ بس يا صاحبي بالله عليك. عايز اقول لك ان ساعات لما باجي مركب في اماكن بيكون الدنيا زحمه ومفيش ركنات، فبضطر اركن في دي. زمان يعني لما كنت انا جاهل ومش عارف الموضوع كنت اركن في دي واقول سيبها على الله امر، ما يحصلش حاجه. لكن لما عرفت بعد كده ان الغرامه انك تركن في الاماكن المخصصه لذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه من 500 ل 750 دولار، ده بس الفاين، ده بس المخالفه، غير سحبه العربيه وغير دي. عشان اشرح لك الموضوع على السريع، انا عارف ان انت عارفه، والموضوع ده في اي مكان في العالم، مش لازم امريكا بس، موجود في مصر، موجود المانيا، اي دوله في العالم موجود دي. لما تلاقي علامه زي كده، فكره ان انت في الموضوع ده محجوز للناس المخصصين لذوي الاحتياجات الخاصه، ده معناها ان الركنه دي مش ليك، وتبقى محطوط عليها علامه زي كده وعلامه على الارض زي ما انتم شايفينها، حاجه واضحه جدا جدا. ولكن عايز اضيف معلومه صغيره بقى، ان عشان تطلع الحاجات دي هنا لازم تاخد في السيشن بيشوف حالتك. مثلا يعني من الريكويرمنتس ان انت مثلا ما بتقدرش تمشي 200 فيت على بعض او 200 خطوه من غير ما تتعب رجلك، ده معناه ان انت عندك حاجه معينه، عندك مرض في الرئه، ما بتعرفش تمشي كتير، بتروح تكشف وبعد كده توديها لهيئه المرور، وهم بيطلعوا لك سواء لايسنس بليت زي دي مخصصه مكتوب عليها الرسمه بتاعت الراجل اللي قاعد على الكرسي دي، او على بادج بيتركب مطرح ما انا بركب الشجره دي، بتبين برده كده، عشان لما البوليس يجي ويلاقيك راكن ويلاقي الحاجه دي يعمل سكان، انت زي الفل اركن هنا. لكن واحد زي بيتسنكح عشان الدنيا زحمه والجيره كان هنا، لو انا محظوظ ومحدش بلغ عليا، وده حصلت لي مرتين محدش بلغ عليا، انما لو اتقفشت 500 ل 750 دولار مبلغ كبير. 750 دولار هنا كبير، في ناس بتعمله في اسبوع. فركز كويس، بلاش تتسنكع وتركن، عشان انت هتفضل الدنيا معاك زي الفل لحد ما تاخد على دماغك مره، وانا خدت على دماغي كتير قوي. عشان كده بنصحك اقسم بالله، خايف عليك توفر الفلوس دي احسن. اقل غرامه هنا 200 300 دولار، فوفر الفلوس دي ليك ولنفسك يعني.
بلاش يا صاحبي، بلاش اسمع مني في كل حته، بلاش. البوليس قدامنا اهو على السيره، بلاش يا صاحبي. رخمين دول بالذات، ارلينغتون بوليس ديبارتمنت دول رخمين في المدينه اللي انا عايش فيها. في مدن يعني بيبقوا عندهم دوشه كتير وصداع، ولكن هنا رخمه جدا وفي العموم وبيرخموا قوي، فخلي بالك. عايز اقول لكم ان انا جاي ازور صاحبي هنا ساكن في الدور الثاني، ودي حاجه كده بسيطه عايز اشرحها لكم على السريع. انا ممكن اقول لك الحاجات العاديه، لما في ستوب ساين او علامه اقف، اشاره المرور اخضر، يمشي، الكلام التعبان ده انت اكيد عارفه. لكن بقول لك الحاجات اللي فعلا بفلوس. هنا بتدفع فلوس وبتخسر فلوس عشان خاطر عملتها وانت مش واعي ومش دارك. مبدئيا انا جيت ازور صاحبي، ما بسيبش العربيه واركنها كده واتكل على الله. كل ابارتمنتس محترمه وكل مجمع شقق محترم، ودي الحاجات اللي احنا بنقعد فيها. ما تنصحكش تقعد في اي مجمع شقق ما بيهتمش بالحاجات دي، تلاقيه رخيص جدا ولكن هتاخد على دماغك في كل حاجه، في السرقه، في كل الكلام ده. لكن اي مجمع محترم مش لازم هاي، انا بتكلم في السعر الطبيعي، يبقى عنده حاجه اسمها ان مجرد ما بتركن، لو انت مش ساكن هنا ومسجل عربيتك مع الاوفيس او الناس المختصه هنا، اي واحد زائر زيي او ما بيجي لازم يسجل عربيته لمده 24 ساعه. بيبقى ليك ركنات خاصه في اماكن معينه، او صاحب البيت اللي انت جاي تزوره معاه الويب سايت اللي تقدم عليه وتدخل رقم عربيتك وكل حاجه وكله تمام. نقلب بقى حاجه ثانيه ونقول ان انت ساكن هنا، تمام؟ مش في اي حته تركن فيها. في 3 انواع ركنات. في ركنات عاديه زي اللي هناك دي، مفيش تنته فوقيها، وفي زي اللي انا راكن فيها دلوقتي اللي هي تنته، وفي حاجه زي كده برايفت خالص ما فيهاش اي حاجه. كل نوع مختلف. البيزك اللي اي حد يركن فيها هي اللي هناك، تمام؟ دي ما ينفعش تركن فيها، ودي حصلت مع واحد صاحبنا اباظه. فاكرين اباظه اللي انا صورت معاه؟ كان ساكن في الشقه وجه ركن هنا، قال التنته احسن عشان لو الدنيا مطرت، عشان لو الدنيا ظلمت، ركن. اقسم بالله العظيم هذا الموقف حصل. صحي تاني يوم العربيه اتسحبت، مش لاقي العربيه، وراح كلم الاوفيس ودفع فلوس عشان يرجع العربيه، واتعلم من ساعتها. فالركنه دي خاصه وبتدفع لها زياده في الرنت، وطبعا دي بتاجرها برضه. المكان اللي هو انا وريته لكم هنا بتاجره برضه. فكل مكان ليه حاجه. الحاجات دي انت ممكن تشوفها عاديه بالنسبه لك، ولكن لما تدفع $300 هتعرف بحق ان انت خسرت، وان المعلومه دي فعلا لو كنت عارفها كانت هتطلع عليك كتير. التنته بلاش، دي بلاش. ولو انت جاي تزور واحد صاحبك وشايف الابارتمنت محترمه والدنيا نظيفه، واسال صاحبك اللي جاي له هل العربيه بتتسحب ولا لا، اركنها. طب خد المعلومه بتاع العربيه ودخلها بس. شايف دي كام يا صاحبي؟ 45، يعني تمشي على 45 مايل في الساعه. 47 ماشي، 50 تمام يا عم فوق دماغك، 52 يا باشا فل عادي. انما 55 فيما فوق انت كده جاي عليا او جاي عليهم، انت جاي بتديهم سبب يوقفوك. يعني سرعه 45 انت مزود 5 كمان بيعدوها بيمشوها، انما انت 55 و60 طاير في 45 انت كده جاي في غلط، وهم هيزعلوا وزعلهم بفلوس. يعني لسه واخد تيكت من شهر ونص $281. انا اولى بالفلوس دي، اقسم بالله كنت بشرب بيها اسبوع تكفيني انا كعمر عادي، انا هعرف اتعامل بيهم. انما اروح اديهم لواحد في محكمه واسوق وانا متسمي 90 يوم كمان، عشان لو خدت مخالفه كمان الاثنين ينزلوا عندي على الهيستوري على التاريخ بتاع قصه. طب ليه يا صاحبي؟ فكر، انت عايز تسوق سريع شويه 45 50 على هاي واي يا عم، السرعه 65، سوقت 70 72 75 بنعديها. انما اكتر من كده يا صاحبي انت كده الدنيا مش مظبوط. وفر في نفسك فلوس. كل الموضوع ده عن الفلوس من اوله لاخره. انا بحاول اوفر لك فلوس، وانا اتعلمت كده ان انا اوفر فلوس. بص بقى يا صاحبي، انا هراجع على شويه حاجات كده انا عارف ان انت عارفها وناس كتير عارفاها، ولكن انا بقول يعني الناس اللي مش عارفينها يكونوا ايه واخدين معلومه عنها. يعني مبدئيا العربيه تكون بتاعتك باسمك، دي حاجه طبيعيه. يكون معاك رخصه السواقه انك ولا صرح ليك انك تسوق، يكون معاك تامين على العربيه. دي حاجه ممكن احنا مش متعودين عليها. انا اول ما جيت ما كنتش عارف يعني ايه تامين العربيه والكلام ده كله، لكن اي عربيه هنا لازم يكون معاها تامين. معكش تامين هتاخد مخالفه، فلوس زي ما بنتكلم، العربيه ممكن تتسحب منك لحد ما تطلع لها انشورنس وتظبط الدنيا. الانشورنس اللي هو التامين تظبط الدنيا بتاعتك، كل على حسب دماغ البوليس اوفيسر وعلى حسب المدينه اللي توقفت فيها، تفاصيل كتير. ولكن لازم تمشي بتامين، عشان لو انت مش ماشي بتامين وخبطت واحد قضيه، ماشي من غير تامين وحد خبطك مفيش. فقصه كبيره على الفاضي. لازم تامين، وفي تامينات بسعر رخيص، ودي قصه ثانيه ممكن نعمل عليها فيديو لحاله. بس مبدئيا يكون معاك تامين. تجدد دي سنويا، تروح تدفع فلوس سنويا عشان الاستيكر ده يبقى موجود. يعني ده هينتهي شهر 4 2026، يعني سكه 8 10 شهور من دلوقتي عشان لسه مجدده. فده برضه تتاكد عليه تمام. عربيتك تمام، كشافاتك شغاله، دنيتك زي الفل، عشان كل الحاجات دي بفلوس. هتدفع فلوس، وانا صعبان عليا انك تدفع فلوس في حاجه زي كده، فتاكد من كل الكلام ده. اصحاب بالكيد اتمنوا يجيبوا اجلي، وانا واقف على رجلي، ما منش يا صاحبي الحال. حاجات بقى على السريع، تقف في الاشاره، كيف اقف، تقعدش تقلب نور للناس وانت ماشي بالليل، ما تفتحش العالي وانت ماشي بالليل نهائي، هتتعمي والناس مش هتحلك. اقسم بالله ما تحلك. تلاقي واحد صاحبي في موقف كده بتحصل انت ما بتبقاش عارف تعمل ايه. اباظه برضه يا دنيا ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ ماشي وواقف، واحد راح جاي من جنبه عشان هو ماشي بطيء ولا مش عارف ايه اللي حصل، جه من جنبه وراح عمل له حركه بصباعه انتوا عارفين وشتمه. ردة فعل انا كعمر من اللي انا بشوفه في الدنيا هنا كلها ان انا اقسم بالله ما هنزل بتاع ده، هضحك له اسلم عليه. هو اباظه عمل كده، السلام عليكم، سلم عليه كده وسابه يمشي.
تقعد تشتم فيهم ولا تتخانق معاهم، هو هيشتم وهيطلع اللي في باله وهيتكل على الله، سيبك منه، ما توجعش دماغك بيه، عشان انت جاي هنا انت عارف هدفك، مش عايز مشاكل، مش عايز دنيتك، لان الحاجات دي ساعات بتختم بحاجات وحشه. تلاقي الناس كده بدات مواقف معين، جه شتمك عمل كده، سيبك منه. لو الوضع اتطور بقى وبدا يجري وراك ويخبط فيك وبتاع، هات البوليس معاك على التليفون وبلغهم باللي بيحصل، حاول قد ما تقدر تروح، ولو وقفت ما تنزلش بالعربيه، امن حالك. وانا يعني انا كعمر انا مؤمن بكده. لو واحد بيرخم عليا وجاي وعايز يوقفني وبتاع من غير انا ما خبطتوش ولا حصل اي حاجه، اقول لك البوليس مش هقف، هقعد ازرجنه لحد ما هو يعمل الغلط ويركب هو الغلط، عشان بعد كده انا يبقى عندي حق عنده، فاهمني؟ لكن مش هقف عشان انا، انتوا عارفين طبعا فكرتي بالنسبه للسلاح، ان انا مش مؤمن ان اي حد يبقى معاه سلاح، فدي جزء من النقطه دي. انا ما اعرفش الشخص ده لو معاه سلاح هيطلع انا هنا معيش اي حاجه دافع بيها عن نفسي، رديتي رصاصه هتطخ خلاص، عيلتي اللي ورايا هيزعلوا عليا ويزعلوا مني، كل الناس اللي ورايا، كل الكلام ده حسابات كتير في دماغك، مش هتخسر كل ده عشان خاطر واحد مجنون عبيط. يعني فكر فيها بشكل منطقي شويه قبل ما تخلي يعني مشاعرك تتحكم فيك. الحاجات دي كلها ركز فيها وانت بتسوق، وزي الفل سوق يا صاحبي، واستمتع بالطرق هنا جميله، والسوق بين الولايات ودلع. ولكن انا بحاول اوفر لك فلوس قد ما تقدر، عشان مش كل شويه تقعد تدفع فلوس مخالفات وبتاع، والهيستوري بتاعك يضيع وكل الكلام ده. يعني هي عامله زي قطعه الدومينو، انت خدت مخالفه في الثانيه في الثالثه، هتاثر على الانشورنس بتاعك اللي هو التامين هيبقى عالي، ياثر على شغلك لما يعملوا بعد في شغلانات معينه في الشركات الكبيره بييجوا يعملوا تشيك للدرايفنج هيستوري بتاعتك، بالذات لو انت بتسوق في الشركه اللي انت هتعملها دي او اي حاجه. وفي العموم بيعملوا لك باك جراوند، لو يقولوا لك انت بتاخد مخالفات كتير ممكن الحرفيات تضيع منك فرصه عمل، فرصه شغل. فكله هنا مربط ببعضه، واحد الضمنه بتوع بتلاقي كله بيقع ويعلم بقى اللي بيحصل. ففكر في كل الكلام ده عشان الدنيا تظبط وتروق على هاك وتوفر فلوس في جيبك. بس عجبتك الفيديو اعمل لايك، شيره لواحد صاحبك هيسافر في اي حته في العالم، هيسافر امريكا، مقرر انه هيسافر امريكا، هيقدم لوتر السنه دي، السنه اللي بعدها، ايا يكن، شير الفيديو ده لكل الناس اللي انت في جروب العيله، انشره، ظبط الدنيا، روق على الكلام طالما في معلومات هتفيد الناس. ويتاكد انك مشترك مش على القناه او على الفيسبوك، لو مش مشترك على القناه اشترك، لو مش مشترك على الفيسبوك دوس لايك واشترك من جوه. خلاص قربنا نوصل 200,000، قربنا نوصل 200,000 على اليوتيوب كمان، احنا 120,000 حاجه كده. فنقبل الارقام، انتوا عارفين بالنسبه لي الارقام مش اكل حاجه، ولكن بتدي دعم برضه الواحد يكمل والكلام ده كله. وبمرة اشوفكم في الفيديو الجاي، يلا السلام عليكم. لما نقول الجاكيت البامب الكل يقول استر يا رب، لما نقول الجاكيت البامب الكل